السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب حبايبي تكونوا بخير. برج الثور حبايب قلبي، صفوا نيتكم كده، اتفائلوا بالخير تجدوه، طلعوا الطاقة السلبية، صلوا على الحبيب وكمان استغفروا. طبعا حبايبي اللي اول مره بيزوروا قناه ام احمد، ما تنسوش تعملوا اشتراك وشير ولايك للفيديو. حبايبي بقى اولادي واخواتي الموجودين في القناه، حطوا اللايك، شيروا الفيديو، وننزل نكتب كومنتات كتير، نصلي على الحبيب ونستغفر. ماشي حبايبي. طبعا حبايبي لازم يكون عندنا يقين وثقه في الله وحده، وانه لا يعلم الغيب الا الله، محمد رسول الله، لا حول ولا قوه الا بالله. انت الفتره دي مهما بتعمل محدش بيشكرك، انت في وسط ناس مش حاسين بيك، في وسط ناس بتتكلم عليك بالسوء، في وسط ناس بتلعب على الطرفين. انت الفترة دي بدأت تعملش حساب لحد، بدأت تكون لوحدك، وبدأت تقول خلاص انت ظلمتوني وجيتوا عليا وبتحاسبن. انت من كتر احساسك القوي بنفسك بتعرف كل شخص بيخش في حياتك عايز ايه. روحانيتك عالية، ده انت روحانيتك عالية. انتوا من الناس الحساسة جدا، وكل حاجة بتاخدها بحساسية، وده تعبك وتعبك جدا. المشكلة اللي انت وقعت فيها، يعني زي ما بيقولوا كده، انت مشكلة وقعت فيها كبيرة، والكل اتخلى عنك، ومفيش حد كان واقف جنبك، مفيش حد حس بيك، محدش بيهتم بيك، اهملوك وبقيت لوحدك. في حاجة، صدمة، في عندك صدمة نفسية انت بتعاني منها. لا اله الا الله محمد رسول الله. الصدمة دي انت صدمتها من اقرب الناس، اللي كنت بتقول عليهم حبايب، اللي كنت بتقول عليهم الدم واللحم، خانوك وظلموك وظلمك، ظلموا. انت انطعنت من اقرب الناس ليك، مظلوم من اقرب الناس. في عندك شخص قريب منك، الشخص ده منافق وكذاب، لازم تخلي بالك منه. عندك في علاقات فاشية وإحبار وتوتر، مفيش أمر بيكملك، عشان كده انت مبتوصلش لهدفك، ورغم ان انت عندك في تحقيق أمنية، بس خلي بالك من السحر. انت وراك عيون كتيرة وكلاب، خلي بالك من قريبين، دول هم اللي عينيهم جوه حياتك، القريبين منك هم اللي بيبصوا في حياتك. في عندك خبر حمل، في عندك انطلاقة جديدة. لا إله إلا رسول الله. عندكوا بقى في واحدة، مرات أخ، عامة، خال، مرات خال، مرات أب، دي مكفراكوا. دايما بيكون عندكوا صداع قوي وخنقة بدون سبب. لا إله إلا الله، بدون أي سبب بتحسوا بالتوتر والقلق والخوف. عشان كده انتوا خايفين من بكرة، خايفين من بعض المواقف، دايما حاسين بالحيرة والتعب، وبالكم مشغول بشخص وقلقان عليه جدا، نفسك ان انت تتصل بيه بس خايف من رد الفعل. لا اله الا الله. الفترة اللي فيها خنقة وضيقة دي هتعدي، مفيش حاجة بتفضل، بس التعب النفسي ده بيأثر فيك من جواك وبيأثر عليك. عشان كده دايما بتحس كده بنغزة. انت خلال الفترة الجاية هيكون عندك في فرصة جديدة، بس خلي بالك من العزومات والعزومات، لو حد عزمك ما تروحش، لان هم ناويين معاك على الغدر طول عمرك، طول عمرك وانت شايل حمل مسؤولية، طول عمرك انت لوحدك بتعافر وتجاهد، ومحدش بيشكرك من كتر التعب والهموم اللي انت شايلها. تعبت بتقول ليه؟ لا اله الا الله. انت بتقف مع كل الناس، بتلاقيش حد واقف جنبك، بتلاقيش حد واقف جنبك. عندك خطوتين، خطوتين دول انت هتعديهم صح بإذن الله، لأن انت عندك دعوات من حد
كبير، دعوات دايما بتحس ان انت لوحدك، رغم ان انت عندك حواليك ناس كتيرة، بس برضو بتحس ان انت لوحدك. بس مشكلتك ان انت السحر، انت كنت عايش في حياة كويسة وحلوة، السحر عمل لك طاقات سلبية، دايما مظلوم وظالم نفسك بنفسك. انت دايما بتدخل ناس في حياتك، انت من الناس اللي طيبة واللي في قلبك على لسانك، قلبك جوه طيب، ما عندكش خبث ولا لقم، بس دايما ظالم نفسك مع ناس كده كلاب. كان في عندك حد بيحبك جدا، بس انت اللي ظلمته او جيت عليه بسبب الطعنات اللي انت خدتها. ممكن يعني ممكن تكون انت ظلمت حد لان انت خايف من خسارة كبيرة، خايف. ممكن تكون ظلمته عشان انت خايف من الخسارة. عندك في مشكلة، عندك مشكلة مع الشريك، مع أخت الشريك، مع أم الشريك، في عندك واحدة وبناتها عاملين لك سحر بالتفريق ولخبطت حياتك، وعشان كده دايما عندك في مشاكل. في ناس غيرانة منك ومش حبالك الخير، ناس كتيرة. لا إله إلا الله. مين الشخص اللي انت خسرته في حياتك ومن بعد الخسارة حسيت ان انت ما عندكش سند في الدنيا؟ من بعد خسارة الشخص القريب منك ده حسيت ان انت لوحدك. عندكم في قضية في المحكمة، القضية دي هتكون من نصيبك، وان شاء الله هيكون فيها القرار اللي كنت المفروض تاخده من بدرك، لان انت ظلمت في بنفسك. انت ماشي في طريق وبتقول يا رب نورهولي، بإذن الله الطريق ده هيتنور. انت اعلنت الحرب. لا لا اله الا رسول الله. انت عندك حرف الالف، الحرف ده جالك منه غدر. حرف الالف ده آه وحرف العين، دول ناس موجودة في حياتك. عندك كمان حد جاي لك من وراه تعبان، عندك في حد ماسك فيك، ودايما لما بتاخد قرار بيرجعك مليون خطوة لورا. لا إله إلا الله. انت بدأت تطرد. في عندكوا حتى في بيتكوا نمل، عندكوا غدر، عندكوا في كمان تعبان بتحلموا بيه اللي هو مش سايبكوا في حالكوا. السحر مأثر عليكوا على بيتكوا، حتى الأطفال اللي عندكوا. انت دايما عندك ثقة بالله ان ربنا هيغير حياتك وهيديك انطلاقة جديدة. انت بتضغط نفسك بنفسك وحاسس بالكسرة، حاسس ان انت اتجرحت من حبيب، الحبيب غدر بيك وظلمك. انت هيكون عندك في رجوع حق من الماضي، في حد هيرجع لك، فلازم تخلي بالك. عندك اخت الشريك دي مش كويسة، خاينة كدابة، وعملت سحر بالتفريق، وقف الحال، عملت لك مشاكل. في عندك شخص مسجون، عندكوا في وظيفة جديدة، وعندك في وأموال، وبإذن الله ربنا هينور لك الطريق الفترة الجاية، وهيكون في عندك بشرة حلوة، وهيكون عندك الفرحة والسعادة. بس لازم يكون عندك ثقة ويقين بالله. عندك في علاقة مع برج الجد، بالك مشغول ونفسك ترجع له، او انت حبيته قوي واخلصت له، ومن كتر حبك فيه مش شايف حد غيره. لا اله الا الله. بالك مشغول بحالك ومالك. لا اله الا الله. انت ماشي في طريق كله خير، الطريق ده زي ما انت ماشي فيه امشي، لان الطريق ده فيه خير. بس عندك شوية مطبات ودي بتواجهك في حياتك. عندك كمان آه في عندك
عندك مواجهات مع حد دايما. سر عدم السعادة بتاعتك قلبك طيب. انت بتدخل ناس في حياتك، بتدخلهم وبيخذلوك ويخذلوك. عندك حد مع علاقة مع برج الجوزاء، راجل، يعني ده كان متعدد العلاقات، دخل واحدة حياته، خرب بيته وعملته مشاكل. فلازم تخلي بالك وتحذر وتخلي عينيك كده في وسط راسك. كان عندكو علاقة مع برج العقرب، كان دايما وراه تعابين. انت دخلت في علاقة حب او قصة حب وانفصلتوا بسبب اهل الشريك اللي عملوكوا مشاكل ودمروا الحياة. انت اللي ناقصك في حياتك راحة البال. انت مش عايز مال ولا عايز اي حاجة، انت محتاج راحة البال، محتاج شوية امور تتظبط في حياتك، وفي نفس الوقت محتاج ان انت تطلع الناس من حياتك. الفترة اللي جاية دي هتقف وهتبدأ تعلن حرب، وهتبدأ تطرد ناس من حياتك. يعني زي ما بيقولوا كده طردة الكلاب. في حد هيرجع لك من الماضي. عندك علاقة مع برج السرطان وفرقوكوا، وده واجع قلبك. انت الفترة دي بتعاني من حبة مشاكل صحية. عندكوا في صداع مستمر، ألم في الجسم، وتساقط شعر، تاخد شعر رهيب. بتعاني. لو انت الفترة دي ناوي تشتغل على نفسك وناوي تهتم بنفسك، عندك في أفاعي في طريقك فلازم تخلي بالك. عندكوا في نقلة جديدة انتوا من فترة مستنيها، بالكوا مشغول بحاجات كتيرة جدا. مين؟ لا إله إلا الله. انت محتاج دعوة حلوة من قلبه، وانت عندك حد بيدعيلك من قلبه. كل اللي راح ده حاجة واللي جاية أحسن. مالك ما يكونش مشغول بالمستقبل. لازم تخلي بالك من الحنين اللي وراك، الناس اللي مش سايباك في حالك. عندك في نميمة، حد بينم عليك، حد بيتكلم، واللي بيتكلم عليك ده ربنا ينتقم منه. انت حتى في بيتك مش مرتاح، عندك في حد حرقة قلب، قلبك مكسور من حد قريب منك. لا اله الا الله. انت بتحب الخير لكن هما مش بيحبوا لك الخير. انت عايز تقف جنبهم وتساعدهم لكن هما مش عايزين يساعدوك. السحر ده هو دمر حياتك من ناس كتير اذتك. لا مش من حد، اخت الشريك، من اهل الشريك، من ناس كتيرة بتغير منك، ودي مش سايباك في حالك. بيبين ان هم طيبين وبيحبوك وعايزين مصلحتك. حاول ان انت تفوق وركز. لازم تخلي بالك مين العلاقة اللي كانت مع برج الحوت دي اذتك. قلبك محروق على سرقة قلبك، على حقك اللي ضاع، على عمرك اللي ضاع مع ناس ما كانتش تستاهل. قلبك محروق على حاجات كتيرة، لدرجة ان انت ضيعت فلوس كتير على الدكاترة وعلى المشايخ من كتر حرقة القلب والعمر اللي ضاع منك، لان انت تعبت واتطعنت واتغدرت من ناس ما كانش تستاهل، وعملت حاجات كتير عشان تقدر تتخلص من السحر. لا اله الا انت رسول الله. في عندكم فلوس اتغرقت، الفلوس دي اتسرقت وكانت بسبب العيون. الجار اللي قاعدة بتبص وعايزة تعرف انت بتعمل ايه وبتاكل ايه، وتعرف، بتحب تعرف كل حاجة. في ناس حشرية، انت الحاجة اللي انت بتحسها بتطلع صح، وما بتيجي تقول الشخص ده مش كويس بيطلع كويس، والشخص ده كذا او كذا بيبقى احساسك صح. روحانيتك هي عالية، وهي دي بتسبق الاحداث، وبتعرف الشخص اللي قدامك كده من نظرة عينيه وبتعرفه. انت محتاج قرض، او مسلف حد فلوس، او انت عايز تستلف. في فلوس جايلك الفترة الجاية،
وهتمسكها في ايديك، وهتبدأ تسد حاجات عندك. لا اله الا الله. عندكوا ألم في ظهركوا وده مش طبيعي، والمفاصل تعباكوا، يعني جبتوا حاجات كتيرة. لا اله الا الله. انت ناوي على لقاء مع حد، واللقاء ده هيكون فيه خير. عندك كمان مواجهات لازم تخلي بالك. عندك في سحر مرشوش. انتوا فتحتوا الباب لقيتوا فيه مية، حاولوا تجيبوا مية بملح وتلقوها على قدام الباب. انتوا حاسين مفيش اكتمال في اي موضوع، حاسس ان الطاقة بتسحب منك والعمر بيضيع وانت مش حاسس بيه. انا عايزاكوا ما تشمتوش حد فيكوا، الاعداء في كل حتة، بس انت اللي تكسر وتطلع الطاقة السلبية. انت هتطلع الحي اللي في حياتك. انت غلطت بس غلطة ان انت اهملت ودخل الطرف التالت وانت محسيتش. اقعد فكر كده، انت اللي اهملت ودخل. كان عندك في علاقة مع برج الاسد، وفجأة كده لقيت غدر وخيانة وطعن. فجأة لقيت حاجات محدش يتوقعها ابدا. لقيت في مشاكل من ناس اللي انت ما كنتش متخيل ان هم يخونوك، بس انت واقع عليك ظلم، واقع عليك حاجات كتيرة جدا وانت كنت في غنى عنها. الفترة ديت حاسس ان انت بتعدي بفترة صعبة. على قد الصعب اللي انت فيه، على قد ما هيكون في تحسن، على قد التوتر والخنقة هيكون في انفراجة. على قد ما بتضيق، على قد ما ربنا بيوسعها. على قد ما انت حاسس ان انت خلاص، على قد ما في انفراجة حلوة. ربنا مأجل لك الحاجة الحلوة عشان تحس بيها في وقت ما تيجي وتحمد ربنا عليها. حاسس بتوهان، تشتت، حاول ان انت تصلي دايما. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، انت مشكلتك ان انت بتكتم حاجات بتتعبك، شايل حاجات كتيرة. حاول ان انت تتكلم. عندكوا رجوع حد، عندكوا حد ندمان. انت دايما بتخاف على ليك، بتخاف عليك جدا. دايما ما بتحبش حد ان ليك يأذيه، حد يأذيه حتى لو هو ايه. انت بدأت توقف علاقاتك وتركنها على جنب، وبدأت تفكر بعقلك، وده احسن. بدأت تعرف انت عايز ايه وتهتم بيه. مشكلتك ان انت بتحب المغامرات، تحب الحاجات الجديدة، عشان كده هيكون عندك في نقلة جديدة. عندكم في ورقة واقفة، ورقة مش بتخلص، وحاسس ان انت تعبت، بس هتخلص الفترة الجاية. في خبر انت سمعته فرحك، بس بعدها في حاجة زعلتك. لا اله الا الله. الحاجة ديت غيرت نفسك، سدت نفسك. في عندك واحدة ست مقربة منك واخدة بالها ومش سايباك في حالك، ودايما بتتكلم عليك ودايما بتسأل عليك. حاسس ان الفترة دي فيها شوية ضغوط، ما فيها دعم نفسي جسماني، في حاجات كتيرة بتمر بيها. انت اللي ظالم نفسك بنفسك. طلع نفسك من الطاقة السلبية، هتخش في نجاح وفي حاجات حلوة جدا. الفترة الجاية هيكون فيها بالفرحة، مليانة بالحب والحنان. بس لازم تكون عندك امور حلوة. بلاش تخلي المشاكل هي اللي تسيطر عليك. مشكلتك ان انت عندك وسواس بيوسوس لك. عندك قرين، بتحس تصحى من النوم ان انت متكتف، كاره اي حد يكلمك، كاره بعض الامور. حاسس بالغدر من اقرب الناس ليك. هو اساس الغدر مش سايبك في حالك، عشان انت قلبك طيب، واللي على قلبك في لسان على لسانك. انت في عندك حرباية
ودي مش سايباك، وراها كمان تعبين. هتقول انت بتطلع الناس في حياتك وهما بيرجعوا من تاني؟ في ناس لازم تعرف قيمتك، لان انت قيمتك كبيرة قوي. ربنا يفرح قلبكم يا رب. واقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.